الصورة اللي قدامك دي ما تشتغل بيها، هنعلق عليها كده برواقة وبهداوة. ريجيكام يعالج مشاكل الهلال قبل مواجهة نهضة بركان. خلونا نتحدث بالتفاصيل، لكن عايزينكم تعملوا شير وتعملوا لايك وتعملوا متابعة للقناة دي. أنا شايف صراحة المشاهدين ممكن يكون 3000 مشاهد 4000 مشاهد، لكن عدد المتابعات قليل. خلونا نتحدث عن التفاصيل والمشاكل اللي عالجها مدرب الهلال ريجيكام قبل مواجهة نهضة. السلام عليكم، إن شاء الله طيبين وإن شاء الله تكونوا بخير ونعيم في أتم الصحة والعافية. طبعا كلنا عارفين المباراة المهمة أمام نهضة بركان، مباراة بتحدد مصير الهلال واستمرار الهلال في البطولة الأفريقية. يعني إذا المباراة دي قدرنا تخطيناها بصورة كويسة عدينا نهضة بركان، ما بيكون قدامك إلا خطوات بسيطة، الفائز من بيراميدز والجيش الملكي، وبعديه اتصل إن شاء الله المباراة النهائية. يعني أمام لعيبة الهلال وإدارة الهلال خطوة واحدة، لكن إحنا أهم شيء عندنا مباراة مهمة، والحمد لله طلعنا بنتيجة إيجابية في المغرب، كان عليه الأقل بنحسم التأهل في المغرب. لكن ريجيكام ما كان مقتنع، ما كان شايف اللي بيعملوا في اللعيبة دي الخطأ، ما كان شايف الحاصل في المباراة، كان تارك اللعيبة على حريتهم. المشاكل اللي حاول يعالجها ريجيكام والكلنا نحن كنا بنشكي منها والإدارة بتشكي منها والجماهير سواء كان من رخاب أو هلالات بتحدثوا عن الأنانية الموجودة في خط المقدمة الهجومي. ريجيكام جلس مع اللعيبة ديل وقعد معاهم وقال لهم يا جماعة هوي نحن اديناكم تلعبوا بحريتكم وتعملوا الشيء اللي عايزينه وتسوي الحاجة اللي عايزينها، لكن كمان عدم التعاون في المقدمة الهجومية ده ضيع علينا انتصار وضيع علينا نتائج مهمة. نحن الآن في مرحلة حسم، الهدف بيفرق ما زي مرحلة النقاط، عشان كده أنا عايزكم لازم يكون في تعاون بيناتكم. فرصة ما متأكد بنسبة 95% بيجيب جول باصيها لزميلك إذا كان هو في وضع أفضل. واللعيبة قالوا له والله حاضر يا ريجي، نحن إن شاء الله حنقوم بالمهمة دي وإن شاء الله حنطبقه، وإن شاء الله ده بإذن الله حنشوفه في مباراة نهضة بركان. إذا اللعيبة طبقوا الكلام اللي قالوا لهم ريجيكام والنقد اللي وجهوا لهم وصراحة كان زعلان جدا، إن شاء الله حيكون الانتصار على نهضة بركان وانتصار بعدد وافر من الأهداف. مشكلة الهلال بيصنع فرص وفرص مؤكدة، لكن عدم التعاون هو اللي ضرب الهلال. كل المباريات اللي لعبنا فيها أمام مباراة صن داونز كلكم شفتوها في رواندا، الهلال ضيع قرابة 5 أو 6 أهداف. يعني لو يتعاون اللعيبة ديل كان الآن نتيجة تاريخية كل أفريقيا تتحدث بها، وانت الآن في مرحلة تحتاج لنص هدف، نص فرصة تحتاج لها. دي المشاكل العالية ريجيكام. الآن عندنا مشكلة بطرد الظهير ستيفن إبويلا. دي الناس لحد الآن بتتكلم ريجيكام حيلعب منه جوباك ولا يلعب قمرديني. أنا بالنسبة لي شايف قمرديني أفضل من جوباك. جوباك ده شفناها جماعة مباراة الغمة أمام المريخ كان ثغرة كبيرة وخطأ كبير وكارثة كبيرة، وشفناه في نهاية سيكافا برضو السبب الرئيسي في هزيمتها كان جوباك. لاعب 1 ضد 1 بيتراوغ بكل سهولة، لاعب عنده شروط في التغطية العكسية، عنده مشاكل كبيرة. وبعدين هو اللاعب ده ذاته ما ظهير أيمن بس نتيجة لظروف نتيجة، ولا هو ظهير أيمن، هو لاعب وسط أصلا. الوقت عايز تستفيد منه لعبه في الوسط. البداية أبدأ بقمرديني، شفت الأمور مشت معاك الحكاية، دخل جلواق بعدين دخل أي لاعب المهم بتقدر تحسم الأمور. لكن مباراة كبيرة ومباراة مهمة ومباراة عايز اللعيبة يكونوا في التركيز، وعايز المدرب في تركيز، والاستراتيجية والإدارة ذاتها يعني مركزة وحريصة على المباراة. والدليل على ذلك الصوبات ذاته جابه نفسه بطائرة خاصة. عشان نتكلم عن موضوع الصورة، الجماعة أخواننا من الرخابة الله يهديهم يتكلموا إنه قالوا الهلال جاء بشيخه. يا جماعة ده سفير السودان برواندا، يعني ده ما شيخ، ده سفير السودان برواندا، مش هيستقبل الصوبات. يعني انتوا لسه ما وصلتوا مرحله تستقبلوكم سفراء، وده ناس بتطلع من التمهيد يسويكم شيء، يعني يجيب لكم لا عارفين سفير لا عارفين قفير. انتوا قاعدين تفرزوا بين سفير وقاعدين تفرزوا بين شيخ. يا جماعه نعمل لكم شنو نحن؟ يعني ده سفير السودان برواندا، زي انت متابع وزي انت عارف، واذا قاعدين استقبلوك كان عرفت، لكن حاجه انت بعيد عليك لسه. يا جماعه الناس تركز، يعني شنو الصوبات جايب الشيخ وجايب الشيخ شنو يا جماعه؟ ونهضه بركان دي في بلدها ما احتاجنا للشيخ، نحتاج له شيخ في رواندا يعني؟ ده ما ده سفير السودان. ناس شوية تكون مثقفة سياسيا يعني اجتماعيا كل شيء، المهم تكونوا مثقفين، يعني ما تمسكوا في موضوع كذا والهلال والبتاع. شيخ شنو يا جماعة؟ نحن الشيخ ما جبنا للأهلي المصري، جيبوا ليه نهضة بركان.
المهم اعملوا شير واعملوا لايك، وكل عام وانتم بخير يا اخي، وعيد مبارك عليكم وعيد سعيد عليكم ان شاء الله، يلقاكم سالمين وغانمين وتامين. تحياتي لكم.